السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير. الوصفة ديال اليوم بريوش مالح كيجي زوين بزاف وخفيف بحال القطن. المقادير ديالو موجوده في كل بيت. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج الحشوه، غادي نحتاج توم بودره، معلقه كبيره ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال البصل الاخضر مقطع على هذا الشكل هذا، وملحه والابصار. هادو المقادير ديال الحشوه. بالنسبه للمقادير ديال العجين، 180 غرام ديال دقيق وبيضه كامله، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، والقليل من الملح، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، معلقه كبيره ديال الزبده. بالنسبه للجبن انا مجمده شي كيبان هكا، غادي نحتاجو جبن احمر محكوك وثلاثه من القطع ديال الجبن مثلث مدوى على بركه الله. غادي ناخذ معلقه ديال الزبده، نزيد عليها معلقه ديال البصل الاخضر. انا نستعمل 2 معالق حيت عندي معلقه صغيره. نزيد عليهم ملح والابصار. غادي نجمع العناصر كلها مع بعضياتها حتى كتندمج، ونزيد عليهم الثومه. الا ما كانش الثوم بودره يعني بلا ما ديروها، حتى هي كتعطي واحد النكهه زوينه بزاف. كما كتشوفوا حتى ندمج الخليط ديالي. غادي نبدا ندوز نجمع صوب العجين. بالنسبه للعجينه نستعمل 180 غرام ديال الدقيق اولا زلافه صغيره. 180 غرام ديال الدقيق. غنضيف عليها بيضه كامله، غنضيف عليها شويه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخميره. كلكم تستعملوا المعجونه اللي عندكم متوفر. معلقه كبيره ديال السكر سنيده باش كتعطيه ديك اللون التهبيل في الفران وهي كيتحمر، ومعلقه كبيره ديال الزبده. كنحرك العناصر مزيان. نستعمل يدي باش نخلي ديك البيض والزبده يندمجوا مع الدقيق والعناصر كلها تندمج مع بعضياتها. ومن بعد فاش كتندمج العناصر كلها مع بعضياتها كنبقى نضيف الحليب شويه بشويه. هنا ما غاديش نستعمل يدي حيت كلشي غادي يلصق في يدك وما غاديش تندمج مع بعضياتها. غادي نحركهم بحال هكا. كنحصل على عجينه تكون جاريه شويه. وكنخليها تخمر حتى كتخمر وتضاعف الحجم ديالها. كنحطها في مكان دافئ. من بعد فاش خمرات كما كتشوفوا كنحيد ديك البلاستيك الغذائي. كما كتشوفوا راها كتكون جاريه وكتلصق في اليد. نبقى نضيف عليها الدقيق من الفوق ومن التحت ونعجنها وندلكها مزيان. واخا كتكون كتلصق هكا، هذا هو السر باش كتجي مقطنه من الداخل. كنبقى كندلكها. حتى كندلكها مزيان. وكنخليها عاود تخمر. نغطيها بلاستيك غذائي ونسيت نغطيها، نخليها تخمر وترتاح شي نص ساعه. من بعد العجينه ما خمرات انا كنبرك عليها غير هكا بصباغي، كنخرج منها ديك الهواء من الداخل. من بعد كنسرحها فوق الدقيق وكنغطيها بالدقيق. الاول كنسرحها غير بيدي. من بعد كناخذ الدلاك وكنبقى نطلق فيها. كنطلقها مزيان على شكل مستطيل. نطلقها تكون رقيقه بزاف كما كتشوفوا. من بعد كنحاول نقسمها على نص بلا ما نقطع العجين، غير كنرشمها على نص.
غير باش النصف الاول كندير فيه ديك الحشوه اللي كنت وجدت في الاول، كنسرحها مزيان في النصف الاول، وكنغطيها نزيد نغطيها بالنصف الثاني بهذه الطريقه هذه. كنحاول نجيب الجنب على طرف على الطرف، ونقاد العجين ديالي مزيان ونبرك عليه في الجناب باش تلصق. من بعد غير كنجبد هكا العجينه غير بيدي باش كنقادها، كندير فرماج حمر. كيبقى اختياري، الا ما عندكمش استعملوا غير الفرماج المثلث. الفرماج المثلث انا قطعته هكا طريفات صغار. من بعد عادي نبدا نلوي العجين، كنلوي عليها بلا ما نبرك عليهم، بلا ما نزير الدين. من بعد كنشد هاد الطريفات هادو وكنقطع بالخيط، نقطع طريفات متساويه. من بعد كنخليهم كيخمروا. انا ديما نخليهم مع بعضياتهم باش كتجيني قطعه وحده. الا بغيتو تجيو مفرقين كتفرقوهم على بعضياتهم. من بعد ما خمروا انا ندير ليهم وجههم بصفار البيض وشويه ديال الخل، شي قطرات ديال الخل باش ما تجيش ديك السفوريه في البيض. كما قلت لكم انا جمعتهم مع بعضياتهم باش كتجيني قطعه وحده. ثم الا بغيتكم تجيو قطع متفرقين كتخليهم مع بعضين على بعضياتهم قبل ما يخمروا. من بعد فاش كتبغيو تدخلوهم الفران كتخليوهم بعادين. كندير فرماج حمر من الفوق. الفران انا سخنته من قبل وكندخلها كتحمر من التحت وكنشعل عليها من الفوق، كتجي على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجيب لذيذه وخفيفه من الداخل كما كتشوفوا، كتجي بحال القطن. هذا الشكل ديالها من الداخل. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم على خير وبقوا مع المقادير، والى فيديو اخر ان شاء الله.